السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اللحمه بطريقه جميله جدا. مش هنسلقها ولا هنحمرها ولا هنشويها، هنعملها بطريقه جميله جدا وطعمها جميل، وتقدري تعمليها في العزومات. هتشرفك قدام ضيوفك. حاجه كده جميله جدا، طعمها تحفه وشكلها كمان احلى من طعمها كمان بكتير جدا. بس لو انتوا لسه جديد في القناه واول مره تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا اللحمه، انا عندي قطعه اللحمه دي اسمها صباع قشر اللوحه، بيبقى صباع تخين زي ما احنا شايفين كده، وكمان جنبه صباع رفيع. الصباع ده اسمه صباع قشر اللوحه. تقدري تجيبيها من عند الجزار، وتنفع باي نوع لحمه عندك، لحمه جندوس، لحمه بلدي، وممكن كمان ما تعملهاش بالصباع ده، تعمليها بلحمه ضاني، كمان اي نوع لحمه. بس انا كان عندي اللحمه ديت، فانا قلت اوريها لكم كده واقول لكم على اسمها علشان خاطر تستغلوها في الصواني والطواجن، بتبقى جميله جدا وطعمها حلو. اول حاجه كده انا هجيب اللحمه بتاعتي وابدا اقطعها، بس هي كانت صعبه عليا شويه في تقطعها لانها كانت فكت خالص، المفروض تقطعها وهي مجمده شويه. وفي كمان الجزارين بيبقوا لافينها كده بدباره وهما بيقطعوها، سكينتهم بتبقى حاميه كده وايه وسهله معانا. بس عامه انا عشان اوريها لكم مش مشكله، انا هبدا احاول اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقطعها حلقان كده، الحلقان مش رفيعه قوي، سميكه شويه علشان خاطر تاخد معانا درجه السوا كده، يبقى القطعه بتاعتنا كده متماسكه وجميل. ده شكل القطعه اهو، بعد احنا مقطعناها هتبقى بالشكل ده. هنقطعها كلها كده زي ما احنا شايفين. ودلوقتي بقى هنبدا نجهز الخضار بتاعنا اللي احنا هنسوي فيه اللحمه بتاعتنا. انا عندي هنا بصل، وعندي كمان قرن فلفل حامي وتوم وطماطم وفلفل، وعندي توابل. عندي معلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من القرفه، نص معلقه من الكزبره والجنزبيل والفلفل الاسمر وربع معلقه من الحبهان، وربع معلقه من جوز الطيب، وربع ونص معلقه من الكزبره الناشفه. هبدا بقى اقلب التوابل بتاعتي كلها مع بعضها، وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من الخل. هقلبهم كده مع بعضهم، وبعدين هضيف عليهم اللحمه واخليهم كده يمتزجوا كويس جدا مع اللحمه بتاعتنا علشان خاطر يتبلوا كويس. ونحط كمان عليهم البصل والطماطم والفلفل. تقدري تضيفي مثلا جزر، تقدري تضيفي بطاطس لو انت عايزه، اي نوع خضار انت حباه، لكن الاساسي بتاعنا بصل وطماطم وفلفل وتوم. بعد بقى ما قلبت كده التوابل مع الخل، هنزل بقى بالخضار بتاعي. وعلى فكره معلقه الخل اللي احنا حطيناها ديت هتساعد على عمليه التسويه، وتقدري كمان تضيفي ليمونه لو انت حابه. بعد بقى ما ضفت الخضار بتاعنا كده، هبدا اقلبه كله كده مع بعضه كويس جدا. ويفضل ان انا بعد ما اقلبهم كده ادخلهم على التلاجة كده تستريح لمدة ساعة، علشان تبدأ كده تطعم كويس جدا من التوابل ومن الخضار معايا، وعلشان كمان تساعد عملية التسوية. وعلى فكرة التسوية بتاعتنا هتاخد نفس درجة التسوية اللي على البوتاجاز من فوق. يعني مثلا لو احنا اللحمة بتاعتنا جايبين اللحمة دي بتاخد ساعة على البوتاجاز، هي برضو هتاخد ساعة واقل كمان من على البوتاجاز. لو احنا مثلا اللحمة بتاعتنا بتاخد ساعتين، برضو كده هتاخد اقل، لان احنا هنكمرها كويس جدا بورق الفويل. بعد كده بقى هظبط الملح بتاعي، وبعدين ابدا اقلبها كده كويس بعد ما ركنتها شويه كده. وبعدين ابدا اجيب ورق فويل والفها كويس جدا واحطها في فرن البوتاجاز. طيب انا عندي هنا اللحمه بتاعتي ديت مش صغيره، اللحمه دي كانت كندوز، فانا عشان خاطر اساعد عمليه التسويه بتاعتي حطيت لها كوبايه واحده بس ميه من كوبايات الشاي. تقدري طبعا كمان تستغنى عن كوبايه الميه ديت، بس انا بصراحه زودتها لها علشان يبقى اللحمه بتاعتنا فيها صوص كده، وكمان خفت انها ما تستويش معايا. بعد بقى ما سبتها كده في الفرن الوقت اللي انا قلت لك عليه، على قد ما انت بتسويها على البوتاجاز على قد ما هتاخد في الفرن، هتطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طعمها خرافه وسهلة وبسيطة جدا وسريعة، ما بتاخدش منك اي وقت خالص، واللحمة بتاعتنا مستوية بنسبة 100%. ده يبقى خالص زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى عايزة تديها وش على البوتاجاز ماشي، مش عايزة تديها وش براحتك، وده اختيار. انا بصراحة ما اديهاش وش ولا حاجة. بصوا بقى، شوفوا اللحمة بتاعتنا، شوفوا طالعة في الشوكة ازاي مستوية ودايبة جدا، مستوية بنسبة 100% بطريقة ما اقولكوش عليها. طعمها جميل جدا، هتشرفك قدام ضيوفك، وهتبقى سهله جدا وطعمها لذيذ وشكل جديد كده وتغيير قدامنا وقدام اطفالنا. هنغرفها بقى دلوقتي على طول وهنقدمها بألف هنا وشفا. اللحمه دي جميله، اتمنى تجربوها وباذن الله تعجبكم.
ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.